شو الفرق ما بين شاورما اللحمه الاردنيه وشاورما القص العراقي؟ وعشان نعرف الفرق ما إلنا غير كباب النايه. القص العراقي بيكون نسبه الليه فيه اعلى وبتتبيله مختلفه تماما عن الشاورما الاردنيه، وللقص خبزه الصمون اللي بتنخبز عندهم فريش اول باول. ومعلم كباب النايه بقشر هالسيخ ما شاء الله شكله بيفتح النفس، وبنحط شاورما اللحمه بخبز الصمون الفريش، بعدين بصل وبندوره عليها الطحنيه، واللي بيختلف هون الصوص العراقي. وسعر صمون اللحم الكبير عند كباب النايه دينارين ونص. وبنقول بسم الله. قص العراقي له نكهه مميزه وكباب النايه ابدع فيه. وحبيت اطلب وجبه عربي عادي سعرها 3 دنانير، بتيجي بخبز شراك عليها شاورما القص العراقي مع البصل والبندوره والطحنيه والصوص. والمخلل هون مختلف تماما، هون طرش عراقي، وهيك عربي القص عند كباب النايه، وبدها طحنيه مع الطرشه. وبسم الله. تخبل عقولة اهلنا بالعراق. وهاي صمون الكباب سعرها دينارين ونص، والكباب العراقي بيكون لحم صافي بدون بهارات. الحمد لله الله يديمها النعمه ويحفظها من الزوال. وهيك عرفنا الفرق ما بين القص العراقي وشاورما اللحم الاردنيه. ولكم 3 توصيلات مجانيه لما تطلب من كباب النايه عن طريق تطبيق اشيائي.